اسمع كده وشوف رد فعل الهستيري القاسي على نبيل عماد دونجا بعد تطاوله على جمهور النادي الاهلي بعد نهائي السوبر الافريقي، وقد ايه ان دونجا هو لاعب مفلس ومالت كوره بالفعل، لاعب من نوعيه اللعيبه اللي دائما بتبحث عن اللقطات على حساب جمهور النادي الاهلي لارضاء جمهور نادي الزمالك عن طريق التطاول، واللي فائز دونجا من اول يوم ارتدى فيه قميص نادي الزمالك على سبيل المثال الهستيري الزملكاوي زي ما انت هتسمع في الفيديو كده بالظبط. كلنا شفنا اللقاء بتاع دونجا امبارح. بص، انا ما عنديش مشكله ابدا مع دونجا، هو يحتفل ويفرح، ده حقه. يعني انت واخد سوبر افريقي فانت عايز تاكل باميه. لكن بقى ان انا بمثابه ما خدت بطوله ابدا انصح بقى نركز في الملعب، نبطل ناخد اللقطه. اول ما امام عاشور راح الاهلي ولبس رقم، هو كان عندنا رقم 8، هوب امام راح الاهلي وانت خدت رقم 8، وفي ستوريهات نزلت عندك على الانستجرام رقم 8 للرجال فقط. الاسد لسه موجود وخد رقم 8. طب ده كان انت كده كنت مركز في الملعب؟ انا مقتنع تمام الاقتناع ان دونجا لو ركز في الملعب بس هيطلع منه اضعاف اللي بيأديه دلوقتي. انت فاهم حاجه؟ دونجا مش مركز مع الاهلي، دونجا مركز مع امام عاشور. وبعدين يا دونجا انت بتقول الحمد لله يعني طبعا السوبر الافريقي نفس قيمه دوري ابطال. اهو ده مشجع زملكاوي بيفهم. هنا دي الكارثه السوداء، بتقارن بطوله هي الاكثر والاعرق والاقوى قاريا بالسوبر الافريقي اللي من ماتش واحد، وانجاز انك تكسبها من الاهلي. لكن دايما هفضل احط بقى نهائي القرن وهو السوبر. يا عم بتقارن ليه؟ ما هي المقارنات دي هتطلعك مضحك، هتبينك كوميدي، مش هتبينك انك انت جبت الحق. سمعت الفيديو؟ يمكن اكتر نقطه لفتت انتباهي ان احنا كجمهور للنادي الاهلي مش واخدين فكره عن دونجا فقط بانه لاعب كلح كرويا ولاعب سمج خارج ارضيه الميدان، بل كل جمهور نادي الزمالك واولهم الهستيري مشجع زملكاوي بيفهم، واللي يعتبر من ضمن جمهور نادي الزمالك اللي عارف واخد باله ان دونجا بيبحث عن اللقطه، وعارف ان جمهور نادي الزمالك بيحب حوار الاكشن والبوم طخ ضد جمهور النادي الاهلي من خلال التقليل من النادي الاهلي. لكن تتخيل معايا كده كمشجع للنادي الاهلي ان دونجا كان صرح وقال ان امام عاشور بيغير منه، امام عاشور افضل لاعب خط وسط وافضل لاعب في مركزه في مصر وفي القاره باكملها، بيغير من نبيل عماد دونجا اللي هو يعتبر مالت كوره. يمكن انا بعترض على هذه الجمله واللي قالها الهستيري بالفعل، انه لو ركز داخل الملعب فقط هيأدي افضل من كده بكتير، في ظل ان هو اصلا ما بيأديش اي شيء لنادي الزمالك، ما بيمثلش اي ثقل في مركز خط الوسط لنادي الزمالك. طبعا انت اكيد بتسأل نفسك كمشجع النادي الاهلي، طب اشمعنى دونجا؟ ليه ما يبقاش زيزو اللي واخد اللقطه؟ لان باختصار عزيزي الاهلاوي زيزو لاعب متربي، كل واحد على حسب البيئه اللي خرج منها بالفعل. انا عن نفسي لو شفت لاعب في النادي الاهلي يطلع لسانه لجمهور نادي الزمالك مجرد ان النادي الاهلي فاز ببطوله السوبر الافريقي، حرفيا انا وجمهور النادي الاهلي كنا علقناه على باب النادي في التتش مش اقل من 3 ايام، لان هذا التصرف بيدل على الحرمان، بيقلل من ناديك انت وليس من جمهور المنافس على الاطلاق. بالتالي انت كمشجع لنادي الزمالك لو مؤيد لتصرفات دونجا اللاعب المالت كوره حرفيا، واللي ما زلت مصر انه لاعب مشطب كوره وانه دائما بيبحث عن اللقطه لارضاء كل جمهور نادي الزمالك، وقد انه لاعب جامد وبيخاف على الكيان الزملكاوي، وانه لاعب زملكاوي جدا وبيعشق تراب نادي الزمالك، بكره هتعرف وهتندم عزيزي الزملكاوي اللي طالع تسقف لدونجا، وهتتاكد من كلام انه لاعب ابيض بالفعل ومش هيمثل اي اضافه لنادي الزمالك في البطولات القادمه. بالاضافه ان دونجا وناصر منسي شايفين ان بطوله السوبر الافريقي اللي فاز بيها نادي الزمالك على النادي الاهلي بضربات الترجيح اقوى مليون مره من بطوله دوري ابطال افريقيا. انا في حاله ذهول حرفيا، اموت واعرف بيشربوهم ايه في 100 عقبه بقى بطوله دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي والزمالك علشان يوصلوا لهذا الفاينل. لعبوا ما يقرب من 16-17 مباراه كانت ند بند ما بين الفريقين، حتى قضيه محمد مجدي قفشه في الدقيقه 85 45 ثانيه اهتزت القاهره حرفيا، احتفالات كل جمهور النادي الاهلي وصدمه جمهور نادي الزمالك اللي عمرهم ما ينسوا هذا اليوم الكابوس عليهم بالفعل. وكذلك نادي الزمالك لو كان فاز بهذه المباراه حرفيا ده كان هيبقى كلامهم ايضا هي البطوله الاغلى ساعتها بالنسبه لنادي الزمالك، لا تقارن بالسوبر الافريقي من مباراه واحده واللي حسمها بالفعل ركلات الترجيح اللي هي تعتبر ضربات الحظ، ضربات المعاناه. كان ممكن النادي الاهلي اللي يفوز وينتصر في هذه المباراه ليس نادي الزمالك بالفعل. في نهايه المطاف اتمنى من دونجا وكذلك ناصر منسي يخفوا من اللي بيشربوه في 100 عقبه. سلام.